السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه تاع كيك الرخامي، وصفه بزاف سهله وخفيف ويجي هش وبنين يناسب قهوه العصر ولا فطور الصباح. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا على محمد عليه الصلاه والسلام، وهيا ما نطولش عليكم بسم الله. اول حاجه عندي ربع حبات تاع بيض وكاس غربع تاع سكر وقرصه ملح. نطلع المقادير تاعي مع بعضاهم بالباتر حتى يتضاعف لي الحجم ويولي لي بيض كما راكم تشوفوا، يعني طلعوها مليح. هنا نجيب نفس الكميه تاع الزيت اللي هي كاس غربع، ونبدا نحط فيه غير بشويه، يعني ما تحطوش ضربه واحده، حطوه على دفعات، حطوه بشويه بشويه حتى يطلع معكم الخليط تاعكم. بعد ما نكمل الزيت تاعي نجيب الحليب يكون دافي ولا بدرجه حراره الغرفه. نحط الحليب اللي هو نص كاس تاع الحليب ونطلعه تاني بالباطل، وهنا نحي الباطل ونجيب الفارينه. نحط الكاس الاول ونزيد الكاس الثاني، وهنا نزيد الكاس الثالث. شوفوا الكاس الثالث روحوا معاه بالعقل، المهم حتى توصلوا للقوام هذا، يعني ما تحطوش دفعه واحده الكاس الثالث، بقاو حطوه كي توصلوا للقوام هذا سيبو. وهنا قسمت العجينه تاعي، يعني درت نص من ونص من. نص هذا حطيت له 2 مغارف تاع كاكاو و2 مغارف تاع حليب باه نعاود نرجع لنفس القوام، يعني باه ما تشيحليش بالكاكاو. وهنا في رايكم نسيت الخميره تاع الكاطو، تخيلوا نسيتها كيف حيصرى الكاطو تاعي. المهم انا نحتاج 2 باكيات تاع خميره الحلوى، يعني وزن 20 غرام. بما اني قسمت العجينه على النص حطيت باكي في كل نص. نتوما قبل ما تقسموا اصلا العجينه حطوا 2 باكيات تاع الخميره، ومن بعد قسموا العجينه وحطوا الكاكاو تاعكم في راحتكم. نجيب القالب هذا المول هذا، ندهنه بالزبده ونزيد نرش عليه شويه فرينه هكا باه نتاكد باللي العجينه تاعي مش هتلصق لي. وهنايا نحط طبقه بطبقه، يعني نحط طبقه بيضاء وطبقه سوداء حتى نكمل العجينه تاعي كومبلي. هنا بعد ما نكملها جيبوا الكوردون ولا الموس اللي عندكم يعني، وديروا هكا شغل خطوط هكا في العجينه تاعكم، يعني باه تدخل هذيك السوداء في البيضاء. خلطوهم مع بعضهم. وما تنساوش على الاكيد الفرن تاعكم لازم تشعلوه مسبقا، يعني انا قبل ما نبدا الكيكه تاعي ديجاني حطيت الفرن تاعي يشعل، قصدي يسخن. نحطوه يسخن على درجه حراره 180. ندخلوها الطيب من تحت حتدي لكم حوالي ساعه طياب، يعني طول شويه في الطياب. وباه تتاكدوا دخلوا الكوردون تاعكم من داخل، كي تخرجوه ناشف عرفوها بلي طابت من تحت، زيدوا حمروها من الفوق وخرجوها كيما راكم تشوفوا. خليوها ما تبرد وزينوها بالشي اللي عندكم كيما تحبوا كامل، ما تزينوهاش. انا درت لها خطوط تاع الشوكولا هذه تاع الكلاصاج، يعني باه تشيح لي وتيبس لي. درت هكا من الفوق خطوط، وشوفوا الكيكه تاعي كيف خرجت. وهذه هي الوصفه تاعنا، وما تنسوش ديروا لي ابوني وجام وكومونتير مليح كيما نتوما، والى اللقاء.